السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ انا اسمي عمرو احمد. ان شاء الله في الفيديو ده هنتكلم عن الفانكشنز او الدوال، وايه هي الدالة، وايه هي اهميتها، وايه هي اشهر انواع الدوال، والدوال دي بتستخدم في ايه في حياتنا اليومية. مبدئيا كده الفانكشن او الدالة ديت عبارة عن علاقة بين متغيرين او اكتر، او متغير وثابت. المهم انها بتكون علاقة، يعني علاقة بين متغيرين او كميتين فيزيائيتين او اكتر، بندرس العلاقة اللي بينهم وازاي بيتصرفوا مع بعض. يعني من اشهر الاشكال للفانكشنز او اللي هي الدوال فانكشن نوتيشن اللي هو ترميز الدالة. طبعا من اشهر الترميزات دي مثلا اوتبوت y بيساوي f of x، دي اسمها اوتبوت اللي هو المخرج، وانبوت ده بيساوي اللي هو المدخل، يعني بيساوي ده اللي هو هنا x، والفانكشن اللي هي الدالة او العملية اللي بتحصل ل x. مبدئيا كده احنا عايزين نفهم شوية حاجات. مبدئيا كده الاكس ده ليه مسمى تاني اللي هو متغير مستقل، اسمه متغير مستقل. وش معنى اسمه متغير مستقل؟ لان هو بيتغير، يعني ايه، ما بيعتمدش على الواي، هو ما بيعتمدش على الواي خالص. هو متغير مستقل، انت تقدر تديله اي قيمة. انما الواي بقى هي اللي اسمها متغير تابع. اشمعنى بقى اسمها متغير تابع؟ لانها تتغير تبعا للتغير اللي هيحصل لاكس. يعني مثلا لو افترضت ان الواي بتساوي اكس بلس 1، الاكس عادي ممكن يتغير، تحط بداله اي قيمة سواء كانت 1 او 2 او 3. بينما الواي هيتغير تبعا للتغير اللي هنا، فبالتالي هو هيكون 2 او 3 او 4. يعني هو هيتغير تبعا للتغير بتاع اكس، يعني الاكس مش هيعتمد على واي، بينما الواي هو اللي هيعتمد على اكس. يبقى ده كده بالنسبة للمسميات، وده يعني من أشهر الأشكال. أنا مثلا ممكن أكتب الدالة مثلا بالشكل ده: y بتساوي x سكويرد بلس 1. إيه هي بقى الفانكشن دي العملية اللي بتحصل للإنبوت علشان يديك الأوتبوت. يعني مثلا أديكم مثال مثلا. مبدئيا بس معلش في شخبطة هنا كده. يعني مثلا أنا لو افترضت إن الواي بتساوي x بلس 1، دي بتساوي في نفس الوقت f of x، الفانكشن اللي بتحصل للإكس اللي هي أنت بتزود عليها واحد. يبقى f of x برضو في نفس الوقت هيديك تساوي x بلس 1. يعني الفانكشن اللي حصلت ان انت بتزود هنا 1. انا مثلا هفترض f، يعني مثلا f of x بلس 2. انا اشيل x دي وهعمل العملية اللي هي بلس 1، يبقى هتساوي x بلس 2 بلس 1. يبقى دي كده اللي بتعبر عن الفانكشن دي معنى صح، دي العملية اللي بتحصل للانبوت علشان يديك الاوتبوت. وطبعا في اشكال كتيره جدا، وهناخد يعني من اللي نقدر نشوفه دلوقتي يعني. بسم الله. عايزين بقى دلوقتي ناخد مثال كده. مبدئيا كده هنا functions in algebra اللي هي الدوال في الجبر. functions in algebra are used to describe the operation being applied to an input in order to get an output. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الدوال او اللي هي الدوال يعني في الجبر، دي بتستخدم عشان توصف عملية معينة بتحصل للانبوت علشان يديك الاوتبوت. يعني احنا بنعمل عمليه معينه للانبوت عشان يدينا الاوتبوت. العمليه دي بقى هي اللي اسمها فانكشن. يعني عشان نفهمها بطريقه احسن، مثلا احنا افترضنا ان هنا ده مصنع مثلا، وفي طوبه داخله هنا، والطوبه دي مثلا يعني اي مثلا لونها احمر مثلا، احنا عايزين نخلي لونها ازرق مثلا يعني. فالعمليه اللي بتحصل جوه دي، جوه المصنع دي اللي هي الفانكشن او الداله. وديت اللي هي الايه، دي الانبوت، وده الاوتبوت. يبقى ده اللي هو الواي مثلا، وده الاكس، ودي الاف اوف اكس. يعني دي اقصد الفانكشن نفسها، دي الاف بس. فدي بقى اللي يعني دي بتوضح اكتر الفانكشن والتغير التابع متغير مستقل بمعنى صح. يعني هنا مثلا the rule multiply by 5 then 3. الرول دي بقى او اللي بيحصل ده اسمه فانكشن. يبقى بالتالي انت الانبوت مثلا نسميه زد مثلا تايمز 5 بلس 3، عشان هو قال ايه multiply by 5 then add 3. هو طبعا هنا غلط وعمل ماينس 3. يبقى ده كده مثال احنا فهمنا من خلاله ايه هي الفانكشن، يعني او ايه هي المتغير التابع متغير مستقل. في طبعا لل algebraic functions او اللي هي الدوال في اشكال كتيره، اشهرهم polynomial function rational function وبار function، ولا هي exponential functions يعني معنى صح. البولينوميال فانكشن دي اللي هي الدوال متعدده الدرجات، بس طبعا بتبقى ايه يعني متعدده الاسس، بس بيبقى الاس صحيح موجب. يعني مثلا افترضت مثلا اف اوف اكس بيساوي اكس سكويرد بلس 2، دي بولينوميال. اف اوف اكس مثلا بتساوي اكس كيوبد بلس 3، دي برضو بولينوميال. المهم ان البولينوميال ده يكون ايه، لازم يكون فيه متغير المستقل او اللي هو الانبوت يكون اس رقم صحيح موجب، مثلا سواء كان 4 او 3 او 2 او 1، اي حاجه من الحاجات دي. واللينير طبعا يعتبر بولينوميال. فده بالنسبه ايه، ده بالنسبه للبولينوميال. الراشونال بقى دوت اللي هو يعني من الاسم النسبه.
لا في شرطة كسر، يعني مثلا تبقى دالة كسرية بمعنى صح، يعني مثلا اكس بلس 1 على اكس بلس 5 مثلا. انما مثلا لو قلت اكس بلس 2 على 2 ديت بولينوميال عادي خالص، انما مش راشونال. ليه بقى؟ وده لان هنا مفيش متغير تحت، لازم يكون في تحت متغير. يعني مثلا الاكس بلس 2 على 2 دي، يعني احنا لو هنيجي نبسطها تبقى ايه؟ هنوزع اللي فوق على اللي تحت، تبقى نص اكس بلس 1. فبالتالي دي لينير عادي خالص، بولينوميال مفيش فيها اي مشاكل، فبالتالي دي مش راشونال. يعني الشرط الاساسي للداله انها تكون راشونال لازم يكون تحت فيه متغير او اكتر. ده الفرق اللي بين الاثنين يعني. ده كده بالنسبه للراشونال. بالنسبه للباور فانكشن، ده مثلا متغير او فاريبل بيبقى تو ذا باور مثلا، يعني نص، تلات ارباع. المهم ان هو ما يكونش رقم صحيح موجب صحيح، عشان لو صحيح في الحاله دي هتبقى ايه؟ بولينوميال. يعني مثلا x to the power 3.75، او اللي هو يعني x to the power 3 على 4 مثلا يعني. وده كده بالنسبه لاشهر انواع الفانكشنز او اللي هي الدوائر. دلوقتي بقى احنا هناخد فكره عن الدومين والكودومين، وان شاء الله نتكلم فيه في التفصيل بس مش دلوقتي يعني. مبدئيا كده في فانكشن او الداله لازم نعرف ان المجال ده مبدئيا كده في حاجه اسمها دومين وفي حاجه اسمها كودومين. الدومين ده المجال اللي هو اي حاجه انا اقدر اعوض بيها، دي اسمها دومين. ودي اسمها كودومين اللي هو المدى دي اي حاجه انا هطلعها. يعني ايه اللي انا هطلعه؟ يعني مثلا افترضت 1 2 3، ده الدومين، الحاجات اللي انا اقدر اعوض بيها. مثلا هنا 4 5 6 مثلا، لازم يطلع من الاكس الواحده حاجه واحده بس، يعني لازم يبقى صوره واحده بس للواي. يعني انا مثلا 1 اجي اقعد مثلا ادخل انبوت يكون 1، لازم يطلع لي اوتبوت واحد بس. مثلا ال 2 يديني 5، مثلا ال 3 هيديني 6 مثلا. فده الشرط الاساسي يعني. فلازم يكون لكل اكس فيه واي واحده بس. والواي عادي ممكن رقمين يدونا نفس الرقم، انما مش ينفع العكس، مش ينفع ال1 يطلع لي رقمين. لازم يعني مثلا لازم لكل انبوت اوتبوت واحد بس. والاوتبوت عادي ممكن يتكرر. يعني مثلا نيجي نبص على مثال الرسمه اللي فوق دي. هنا مثلا 1 to 1، يعني هنا هو بيقول لك يعني كل اكس فيه واي واحده بس، يعني لكل متغير مستقل في متغير تابع واحد بس عادي. وعادي جدا ان المتغير التابع او اللي هو الواي يتكرر، بس المهم ان لازم من كل متغير مستقل رقم واحد بس او قيمه واحده بس. هنا هو قال لك ان دي نون فانكشن، يعني مش داله، عشان هنا في سهمين، هو ده قيمتين. هنا في نفس النظام. هقول بقى طريقه دلوقتي، يعني طريقه حلوه سهله جدا تقدر تميز من خلالها دي داله ولا مش داله من خلال رسم بياني، وهي اسمها اختبار الخط الرأسي. المهم الفكره بقى بتاعتها انه لازم يكون في الرسمه، لازم لو هاجي اعمل خط رأسي على الرسمة تقطعها في نقطة واحدة بس مش نقطتين. يعني مثلا اف اوف اكس بتساوي اكس سكويرد، هنا ولا في ازاحة رأسية ولا في ازاحة افقية، وان شاء الله الكلام ده هندرسه بعدين. هنا مثلا هتيجي تعمل خط رأسي، دي كده دالة عادي خالص، لان الخط الرأسي قطعها في نقطة واحدة بس. ففي طريقتين، الطريقة اللي هي فوق دي وفي الطريقة اللي من الرسم البياني، ودي اسهل بكتير يعني. ده كده بالنسبة للدومين والكودومين. وفي بقى اشهر انواع الدوال واشهر الرسومات. يعني طبعا الرسومات دي بدون اي ازاحه افقيه او ازاحه راسيه اللي تحت دي. بسم الله. دي ايه كده؟ دي الكونستانت. الرسمه الاولى دي الكونستانت، هي مثلا اف اوف اكس بتساوي 2 بتساوي 3. ودي اللينير اللي هي من الدرجه الاولى، دي ابسوليت فاليو. كل الرسومات دي ان شاء الله هندرسها بعد كده، لكل واحده لوحدها يعني هندرسها بالتفصيل. ده بالنسبه للدوال بشكل عام. احنا بقى دلوقتي ايه هي التطبيقات بتاعتها في الحياه اليوميه؟ طبعا الدوال زي ما قلت لكم هي مش مجرد فكره رياضيه، او مثلا هي بتستخدم في كل مكان. هي مثلا مش مجرد حاجه تجريديه بحته، هي حاجه عادي تطبيقيه عادي جدا تستخدم في بقى مثلا تنظيم الحياه واتخاذ القرار. مثلا لما انت تيجي تخطط لميزانيه شهريه، كل الحاجات دي طالما انت بتدخل اكتر من حاجه وبتشوف العلاقه اللي بينهم، دي كلها اسمها دوال. يعني في تنظيم الحياه واتخاذ القرار، في مثلا في الطب والجراحه، وفي التكنولوجيا والهواتف، وفي التجاره والاقتصاد، وفي الفيزياء والرياضه والهندسه والكلام ده كله. وكل الحاجات دي كلها ما هي الا مجرد تطبيقات على الدوال. وان شاء الله مع مرور الوقت هنزل فيديوهات على الدومين والكودومين، وانزل حاجات يعني تبقى متقدمه سن. وهبدأ ان شاء الله بكورس التفاضل والتكامل بعد كام يوم ان شاء الله. ولو فيديو عجبك ما تنساش تدعمنا بلايك او باشتراك او بشير يعني. والسلام عليكم.